لو دايما بتعملي دايت وتلاقي ان وزنك ما بينزلش كويس على الرغم انك مظبطه اكل كويس جدا، وحاسه دايما ان بطنك منتفخه او دهون كتيره قوي حوالين البطن والاجناب، كمان بتجوعي بسرعه جدا وبتشتهي اكلات معينه مش اي اكل بيرضيكي، البيريد بتاعتك بتتاخر، مواعيدها مش متظبطه، بيبقى عندك غمقان حوالين رقبتك او في المناطق الحساسه، كمان عندك مود سوينجز وكل شويه بمود مختلف وحاسه ان دايما دماغك مش صافيه. فانا عايزه اقول لك ان دي اعراض مقاومه الانسولين، واهم مكملات لازم تكون في نظامك الغذائي عشان تتغلبي على الموضوع ده، طبعا بعد ما تعملي تحليل سكر تراكمي ومقاومه انسولين وسكر صايم ونتاكد ان فعلا نسبه السكر عندك مش مظبوطه، ان احنا لازم نكون بناخد كروميوم، لان الكروميوم من احسن الحاجات اللي بتنظم مستوى سكر الدم. ثانيا نكون بناخد اوميجا 3، لان دي من احسن الاحماض الدهنيه اللي بتساعد ان هي تحسن نسبه مقاومه الانسولين وتقلل الكوليسترول الضار اللي بيجي مع الميتابوليك سندروم ديت، وكمان ترفع من المناعه وتحسن المود وكل حاجه بوجه عام. ثالث حاجه كمان لازم يكون معانا الياف تشبعنا، الالياف ديت هتساعد ان هي تقلل نسبه السكريات والدهون اللي بتمتص من خلال الاكل. ثانيا تحسن من مستوى سكر الدم. رابعا يبقى معانا اينوزيتول، ودي من احسن الحاجات اللي ممكن نستخدمها مع مرضى مقاومه الانسولين، وفي ناس كمان بتقول ان هي ممكن تكون بديل لماده الميتفورمين اللي موجوده في الجلوكوفاج والسيدوفاج وغيره. واخيرا ممكن لو الموضوع ما اتظبطش بكل المكملات ديت نلجا لدكتور سكر عشان يكتب لنا الدواء المناسب لينا، لان ممكن نكون جدا محتاجين دواء سكر، لان خلاص نسبه السكر في جسمنا عاليه جدا وعمرنا ما هنعرف نخس ولا صحتنا تكون احسن بكل الحاجات دي لوحدها، ولازم تدخل طبي. المهم ان احنا ما نسكتش على اي اعراض ونجري بسرعه نشوف عندنا ايه. ولو عايزين معلومات اكتر اعملوا لي فولو واكتبوا لي في الكومنتات عندكم اي عرض من الاعراض ديت ولا لا.